السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ امارات رجعت لكم فيديو جديد. فيديو النهارده زي ما كنتوا طالبين مني اقول لكم على المدرسين اللي انا باخد معاهم او ارشح لكم يعني مدرسين للمراجعات وكده. فيلا بينا نبدا فيديو النهارده. وقبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد انا بنزله. يلا بينا نبدا فيديو النهارده. اول حاجه بس كده، اشوف بس انا كنت كاتباهم فين، لان انا قبل ما بعمل الفيديو بنظم افكاري. طبعا عندي كميه حاجات بنظم فيها من كتر ما انا بكتب حاجه هنا وحاجه هنا وحاجه هنا. انا بنسى انا كاتبه الحاجات فين، فعايزه اعمل يعني اخصص كل كشكول لحاجه معينه. يعني أنا ده كاتبه فيه حاجات، وعندي دي كاتبه فيها حاجات، وده كاتبه فيه حاجات، وده كاتبه فيه حاجات. عندي حاجات كتير قوي. تمام. فبس انا افتكرت افتكرت. نبدأ بقى على طول كده عشان ما نرغيش كتير، عشان لسه الرغي الفيديو كله رغي يعني. ف يلا بينا نبدأ على طول. طبعا انتوا سألتوني كتير باخد مع مين ومين كويس ومين مش عارفة مش كويس ومش عارفة ايه كده. بصوا يا جماعة، كلمة هنقولها في أول الفيديو وهي دي اختصارا لكل حاجة يعني، أو لكل الكلام اللي يتقال في النقطة دي. مفيش مدرس وحش، وفي حاجة أنا بفهم من ده، في حاجة اسمها أنا بفهم من ده وما بفهمش من ده. تمام. فعادي انا ممكن اقولك على مدرس انا فهمت منه انتوا ما تفهموش منه، بس انا هقول لكم عن تجربتي مع الناس دي ونظامها عامل ازاي وبس، مش اكتر. تمام. فيلا بينا نبدا على طول. اول حاجه هبدا بالفيزياء، لاني بصراحه دي اكتر حاجه انا شايفه انها مهمه بالنسبه لي، فهبدا لكم بيها. طبعا انتوا سالتوني كتير جدا 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 عن مستر محمد عبد المعبود. انا مش عارفه انتوا ليه بتقلقوا من مستر محمد عبد المعبود. هو بجد شرحه عادي جدا، ما تخافوش. هو مش يعني ايه، يعني مش بيشرح لمستويات عليا، يعني عادي يا جماعه. هو بيشرح وبيدي افكار صغننه وافكار كبيره، يعني بيديكوا كل الافكار عشان اللي يواجهكوا تعرفوا تحلوه، مش اكتر. تمام. عشان بس الناس بتخاف منه قوي، ان هو بقى في ثانويه عامه بيدي اسئلته صعبه قوي بتاع. لا يا جماعه والله بجد هو كمان بيحل معاكوا كتير. فده طبيعي ان المدرس يديكوا حاجات قليله ويعلي ويبدا يعلي 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 عشان اللي يقابلكوا تعرفوا تحلوه، بس مش اكتر. بالنسبه لنظام المنصه، بصراحه نظام المنصه كويس. بس هو بيضايقني شويه نظام المنصه في ايه، بحسه مش منظم قوي. بس يعني بالنسبه لحوار الاسئله، يعني بالنسبه لحوار الاسئله ان انا اجي اسالهم مثلا على حاجه، ساعات مش بعرف اسال، ساعات مش بلاقي المكان اللي انا اسال منه منين. فيا ريت يحطوا حته المنتدى دي زي باقي المنصات. حته المنتدى تكون مكتوبه كده، المنتدى عادي نضغط على الحته بتاعه المنتدى دي، نسال السؤال اللي احنا عايزينه. تمام. يا ريت يعني بجد يعني يعملوا الحته دي. بعد كده مستر محمود مجدي. يا جماعه مستر محمود مجدي، انا ما اشتركتش معاه المنصه، بس جربت شرحه على يوتيوب في مراجعه من مراجعات الشهر. تمام. هو بصراحه كان كويس جدا، بس كنظام منصه انا ما جربتش نظام المنصه بتاعه، لاني ما اشتركتش معاه منصه، انا اشتركت مع مستر محمد عبد المعبود. فيا ريت يعني اللي يعرف نظام المنصه يا ريت يقول لي. بس انا عن نفسي ما اشتركتش في المنصه، وبس شرحه ومراجعته كويسه. هو كان عامل يعني لو عايزين تلحقوا نفسكم في المراجعات وكده، تمام، مش منصات بقى وكده والترم كله. هو بينزل مراجعات كتيرة على يوتيوب. زي مثلا كان بيعمل ورش عمل كده للفصل، مثلا لفصل كامل وكده. مثلا الدروس دي يعمل الدرس مثلا في 20 دقيقة، نص ساعة ل5 كده، يلخص لكم الدرس ويلخص لكم كل النقاط المهمة اللي في الدرس في الوقت ده. تمام. فده بصراحة برضو كويس جدا. انما نظام منصة زي ما قلت لكم انا ما جربتوش. تالت حد معانا مستر محمد ابو زيد. ده من عندنا احنا بقى. هو عنده تشانل على اليوتيوب، هسيب لكم اللينك بتاع الشانل بتاعته في الديسكريبشن بوكس تحت. تمام. ده بقى تمام. بالنسبه لثالثه ثانوي، جماعه ثالثه ثانوي، روحوا على الشانل بتاعت مستر محمد ابو زيد. هتلاقوه مدلعكم على الاخر، بيحل معاكم كتير قوي بجد، وكمان بيحل من مصادر مختلفه. حتى ارجعوا للفيديوهات قبل كده، بيحل من مصادر كتير، وهو بصراحه كويس جدا. ده انا بروح عنده عشان تكونوا فاهمين، ده انا بروح عنده هنا. لحقني بصراحه في ان انا كنت مراكمه في المنصه، فبصراحه ده اللي لحقني. تمام. بالنسبه بقى لثالثه ثانوي، انا بناشدك يا مستر من موقعي هذا، احنا عايزين نتدلع زي ما حضرتك مدلع ثالثه ثانوي كده. دلعنا بفيديوهات الحل. ليه بقى؟ انا عايزه اقول لكم يا جماعه، ما شاء الله تبارك الله، الله اكبر. المجاميع بتاعته كبيره تبارك الله. ففي ساعات حاجات بتقع، ساعات بصراحة الواحد بيتكسف يسأل كده ولا حاجة. يعني بعد ما نخلص مثلا يكون عندنا درس او نمشي على طول كده. فالمهم يعني في حاجات ساعات بتقع كده، بنبقى محتاجين ايه،
نركز فيها قوي. فبصراحة كحل اليوتيوب بنعيد تاني الحل ونفهم. هو كان منزل حل للكثافة وحل للدرس بتاع بتهيألي القياس وكده، فبصراحة كان كويس جدا. فيا ريت يا ريت يا ريت تعمل لنا احنا بقى في الترم التاني، تنزل لنا برضو حل كده زي بتنزل التالتة ثانوي، يا ريت يعني. بعد كده خلصنا الفيزياء. بعد كده بقى الكيمياء، مستر خالد صقر ومستر محمد عبد الجواد. انا جربت الشرح ده وجربت الشرح ده، بس جربت مستر محمد عبد الجواد في فيديو، تمام. مستر خالد صقر طبعا مشتركه مع المنصه أظن. فانا بصراحه مش ناويه اغير مستر خالد صقر يعني. المنصه بتاعه بصراحه كويس جدا، كويس جدا 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 ومنظم جدا. بس هما فيهم مشكله واحده بس، ان هما الواحد اول ما بيتاخر عن المحاضره بيروح يبعته على طول لبابا. انا عايزه اقول لكم ان انا كان عندي درس المحاضره دي في نفس وقت درس التاريخ، فكانوا على طول يبعتوا له. انا عايزه اقول لكم بجد كانوا على طول يبعتوا له، لما كنت رقم محاضره ولا اتنين كانوا يبعتوا له برده على طول. يا جماعه اهدوا علينا شويه بالله عليكم، اهدوا علينا شويه، لان الدنيا احنا لو تاخدوا بالكم ان احنا بجد احنا فوق دماغنا حاجات كتيره قوي، بجد فوق دماغنا حاجات كتيره قوي، بس باذن الله يعني نظبط كل حاجه في الترم التاني. فخفوا علينا شويه بجد، الناس كلها بتشتكي من الحته دي. بس بصراحه كشرح كويس جدا. مستر محمد عبد الجواد ما جربتش طبعا منصه، مش عارفه نظام المنصه ايه. بس ممكن تشوفوا عادي فيديوهات ليه على اليوتيوب مراجعه كده مش عارفه ايه، هتفهموا منه بصراحه، برضو شرحه كويس جدا. وطبعا مع احترامي لكل المدرسين، مفيش مدرس وحش، زي ما قلت لكم في حاجه اسمها انا بفهم من ده ومش بفهم من ده، تمام. بعد كده بقى العربي، مستر محمد صلاح مستر محمد صلاح مستر محمد صلاح. يعني مش بصراحه يعني مش هقدر اقول لكم او احط لكم اختيار تاني قدامي. في ناس عادي بتفهم منه، في ناس بتفهمش منه، بس بصراحه انا مش هغيره، ومش عارفه اقول لكم مدرسين تانيين، لاني انا ما جربتش حد غير مستر محمد صلاح. بصراحه ده اللي لحقني في العربي. انا كنت واقعه في العربي وقعه زفت، وبالذات في النحو. بجد. انا كنت واقعه فيه جامد، والكورس التاسيسي اللي عمله كويس جدا، كويس جدا جدا جدا. رفع من مستواي كتير. طريقة الشرح بتاعته كويسة جدا، كل حاجة، نظام المنصة تحفة تحفة تحفة. فبجد دي اكتر حاجة بحبها فيهم. نظام المنصة كل حاجة فيها منظمة، يعني شرح منظم، النظام المنصة تحفة. فاكيد مش هغير مستر محمد صلاح، ومش عارفة بصراحة اقول لكم على ناس تانيين، لاني انا للاسف ما جربتش غيره. عايزين بقى تاخدوا مراجعة للمنهج وكده، هو باذن الله مش عارفة هو ممكن ينزل ولا لا، بس هو بينزل كل سنه مراجعات وبيعمل لايف كمان وكده. بس لو عايزين تبداوا يعني من دلوقتي وما من دلوقتي ما تستنوش المراجعات، ادخلوا على مراجعات بتاعه الشهر. يعني مثلا قبل امتحان الشهر كان بيعمل لنا مراجعه الشهر، تمام. فدي بصراحه برضو هتنفعكم جدا، يعني لو مش مشتركين معاه على المنصه فدي هتنفعكم جدا لو انتوا بتاخدوا في دروس عاديه اوفلاين ومراكمين، فده هينفعكم جدا. بعد كده بقى الانجليزي، طبعا ده مشكلتي الوحيده. ويا ريت يعني ترشحوا لي حد في الكومنتس يعني. بس تقولوا لي بقى على المدرس ومعاه نظام المنصه ليه بقى، لاني اشتركت مع مستر عبد الحميد حامد، هو بصراحه شرحه كويس، انا كنت مجربه شرحه على اليوتيوب فقلت تمام هاخد معاه منصه. بصراحه يعني حسيت نظام المنصه مش منظم، ويعني مش فاهمه نظامهم ايه، يعني انا مش فاهمه النظام. فدي حاجه بصراحه ما ساعدتنيش. فيا ريت يعني ترشحوا لي مدرس، وترشحوا لي كمان معاه النظام يعني تقولوا لي نظام المنصه عامل ازاي. انا جربت مستر عبد الحميد حامد في الشرح كان كويس. مس ماي مجدي برضو شرحها كويس جدا. ناس كتير قوي رشحت لي انجليشاوي، باذن الله ده الدور الجاي عليه باذن الله هجرب الشرح بتاعه. بعد كده التاريخ، عندنا حاجتين، تمام. هنذاكر اونلاين. ده علشان انا كنت خدت معاهم برضو قبل كده المراجعه، شفت المراجعه بتاعتهم بصراحه برضو كويسه جدا. بس ده كان السنه اللي فاتت. لان انا لما دخلت على هنذاكر اونلاين وكده لقيت نفسي سامعه اصلا فيديو ليهم قبل كده، فتمام كويسين بصراحه. بعد كده بقى مس مارينا عاطف. مس مارينا عاطف دي بجد سكر قوي. خدت لها بقى كذا، مش محاضره واحده بقى او فيديو واحد، لا خدت لها كذا كذا فيديو يعني في اولى ثانوي. وبجد هي عسوله قوي، فشوفوا برضو شوفوا المراجعات بتاعتها بجد عسوله. بالنسبه بقى للمواد اللي هي، لا استنى نخلص المواد الاساسيه الاول. الرياضه في مستر لطفي زهران ومستر احمد الفواخري. ومقهى الرياضيات، مقهى الرياضيات ده طبعا انا كنت بجد متابعاهم من اعدادي تمام. فدول بصراحه كويسين. مستر احمد الفواخري برضو كويس جدا، المراجعات بتاعته بتاعت السنه اللي فاتت كانت حلوه قوي، كان لامم الجبر لما تحفه بامانه.
فشوفوا برضو الرياضة بتاعته تحفة قوي، هو بيشرح كويس جدا. مستر لطفي زهران، في ناس من صحابي جربت المنصة هم مش حاسينه قوي، فرغم ان في ناس كتير قوي شكرت فيه، فده اللي بقول لكم عليه، انه في عادي، في ناس بتفهم منه وفي ناس ما بتفهمش منه. فجربوا برضو بنفسكم، بس انا برشح لكم بس المدرسين مش اكتر، عشان ما تفضلوش تايهين. بعد كده بقى ندخل على المواد اللي هي مش اساسيه. الدين. جماعه، الدين، مستر محمد صلاح، استنوا المراجعه بتاعته بتاعه الدين، بينزل مراجعه نهائيه بجد. والله يا جماعه هتدخلوا الامتحان تقفلوه وتخرجوا. لو سمعتوا الفيديو، بس اسمعوا الفيديو وركزوا وركزوا معاك كويس قوي، وانتوا هتدخلوا وعليكم بس تحفظوا الصوره بس اللي تبقى علينا، وكده انتوا ضمنتوا امتحان الدين، مش اكتر من كده. احنا السنين اللي فاتت كنا طبعا ما فيش حد كان فينا بصراحه بيذاكر دين يعني. كنا بنيجي بقى ليله الامتحان وكده، نمسك مفكره كده صغيره وفيها المنهج كله وتقيله وصعبه ومش عارف ايه ومش فاهمين حاجه، فطبعا كنا بناخد مجهود كبير قوي، وكان الواحد بصراحه بيزهق من مذاكرته، فالمهم ان احنا كنا نبقى عايزين نعديه وخلاص. بس حاليا محاضره الدين احنا بقينا نستناها، لانها محاضره تحفه قوي. كنت اول مره في حياتي اللي هو في تانية، في قصدي في اولى ثانوي، احل الدين، ابقى ده او ابقى داخله امتحان الدين، يعني يعتبر المنهج كله في جيبي، تمام، وكمان يعني من غير مجهود كبير، فبجد دي في حد ذاتها حاجه كويسه جدا. التربيه الوطنيه يا جماعه هتلاقوا هنذاكر اونلاين، اللي هي القناه بتاعت هنذاكر اونلاين، برضو بينزلوا مراجعات للتربيه الوطنيه، باذن الله نبقى نسمعها برضو. وبالنسبه للالماني بقى، فهو بصراحه الهير هنا عندنا برضو عامل معانا شغل جامد، فمش باخد اونلاين، معرفتش للاسف اخد معرفتش اخد الالماني اونلاين، فالهير ربنا يخليه لنا يعني يديله الصحه، هو بصراحه عامل معانا الواجب وزياده. وبس كده. مش عارفه في انا ناسي حاجه تانية ولا لا، مش فاكره في هل في مواد تانية غير مضافه، مش فاكره. المهم، بس كده، ده كان فيديو النهارده. ولو استفدتوا من الفيديو اعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بنزله. وبس ده كان فيديو النهارده. ولو في فكره فيديو عايزينها او حاجه عايزين نتكلم عليها، اكتبوا لي تحت في الكومنتس. وبس ده كان فيديو النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.